المحكمة ب4 بيبان، 2 ورا و2 قدام. روح ليور مازر ياللي زعلان، يور مازر تطبطب عليك ياللي زعلان برضه، ملناش دعوه. مبروك علينا الفوز. كان ماتش رخم. هو انا ما كنتش متوقع الماتش هيبقى رخم، انا كنت متوقع الماتش هيبقى سهل. يعني ان احنا هنكسب بسكور بس مش هيجي فينا جوان. يعني كنت متوقع نكسب 4-3 بس مش هيجي فينا جوان. تمام. طبعا انا ليه حاطه اللقطه دي لقطه ملهاش علاقه بالماتش، بس انا من ساعه اللقطه دي اللي هي الزملكاويه كلها خدوا اللقطه دي سف وتريقه وبتاع، وانا دي لقطه الدوري بالنسبه لي، دي هتكون لقطه الدوري، هدف التعادل قدام بيراميدز في الدوري. احنا بنتصدر النهارده الحمد لله. مباراه يعني سيئه، يعني واحد يقول لي مثلا ايه احلى حاجه اي اسوأ حاجه في الماتش النهارده، اقول لك غياب الجمهور لو كان موجود النهارده كانت بقت الدنيا جميله جدا. يعني الجمهور برج العرب بالذات، يعني حسبي الله ونعم الوكيل في مدرج القاهره بجد، واهلي فاميلي دول وباور فاميلي دول انا مش عايزه اتكلم عليهم تاني. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، حرمونا من مدرج كان هيشعلل الدنيا النهارده في ظل النتيجه طبعا والاداء. واحد تاني يقول لي ايه اسوأ، يعني ايه احلى حاجه بقى حصلت في الماتش؟ دي اسوأ حاجه ان الجمهور ما كانش حاضر. ايه بقى إيه احلى حاجه في الماتش؟ ان رامي ربيعه خرج مصاب. والله العظيم بجد. ان رامي ربيعه لو كان فضل مكمل مع ياسر ابراهيم وجون ايبوكا كان هيجي فينا اكتر من جون، لان اصلا قبل الجون بتاع صلاح محسن ده كان في كوره قبلها بالظبط جت في العارضه. كريم العراقي كان فاتح شارع باسمه هناك. بعد كده بقى انا ساعه الجون ما جه انا قلت ان شاء الله احنا كده راجعين. يعني ما فيهاش كلام، ده ماتش صداره، يعني احنا هننزل نعمل كده في ماتش صداره؟ احنا امال هنعمل ايه في باقي الماتشات بقى؟ ده الماتش ده اللي انت ان شاء الله هتبني عليه، اللي هو انت بتكسب النهارده وبتقول بكره بقى البنك الاهلي يحصل اللي يحصل، انا كده بعمل اللي عليا. انت كل المطلوب منك ان انت تكسب، الباقي ده بقى يعمله ربنا باذن الله، الباقي ده يعمله ربنا ان شاء الله باذن الله. تمام. النهارده الحمد لله بتكسب بنتيجه 4 جونين ملهمش اي لازمه بجد. يعني ليه؟ ايه التمركز ده يا ياسر؟ ايه يا رامي الرفعه اللي بيرفعها من عندك هناك دي؟ يعني في الكرة صلاح محسن ومحمد هاني متاخر برضو يا جماعه. انا محمد الشناوي هيعمل فيها ايه؟ طيب الكرة دي محمد الشناوي هيعمل فيها ايه؟ طبعا والجون التاني برضو فخر الدين بن يوسف لازم يبصم علينا، لازم يبصم كده علينا، لازم يبصم، سواء في الاسماعيلي سواء في المصري. مش معقول يا جماعه بجد. يعني الواحد اتوتر في اخر الماتش كده، احنا مضيعين جوان كتير قوي بجد. وبعدين في لقطه الفار اللي الحكم راح يراجع، انت بتراجع ايه حضرتك؟ ده حاسه ان بتاع الفار قال له راجع لي من اول اتوبيس الاهلي ما وصل الملعب، اقسم بالله. هو بيراجع ايه اصلا؟ الكره اصلا باهر المحمدي مشتتها. ما علينا. رجع طاهر رد في ثانيه وراح جايب الجون الثاني. قلت له الغيه بقى لو تعرف، لو تعرف الغيه. ها انا غوز بقى. لا وكلكم جون وسام ابو علي التالت ده يا جماعه. انا ايدي وجعتني من كتر التسقيف، قسما بالله ايدي وجعتني من كتر التسقيف. انا بسقف هستيري، اللي هو اصلا بصوا انا عندي شك ان وسام ابو علي هيجيبها، بس كوره من بعيد. يعني انا عندي شك، انا بقول وسام انا اي كوره لوسام واقف عليه بقول هيجيبها جول تمام، بس الكوره من بعيد ان هو يحطها بالشكل ده. طبعا امام عاشور تقريبا هو وبن شرقي كده ادوا له شويه تعليمات ف سجلها حلوه قوي الصراحه. جون عالمي، جون رائع. قبل ما يجي امام عاشور ويبصم على الهدف الرابع بتاعه ويبصم على صداره هدافين الدوري تقريبا بفرق جون عن ناصر منسي واسامه فيصل، فرق عنهم بجون. بن شرقي كان عامل ماتش. بن شرقي ده السهل الممتنع، بن شرقي ده جميل ممتع والله العظيم بجد. طاهر وسام ابو علي النهارده، امام عاشور المجتهد اللي بيلعب بكل قلب وروح بقاله فتره. على فكره يا جماعه انا بدعي على مارسيل كولر كل ماتش، اقسم بالله انا بدعي على مارسيل وبدعي على الاداره اللي سابت مارسيل كولر يخسرنا الموسم، يخسرنا ان احنا نروح نلعب نهائي دوري الابطال بسبب تباطؤ الاداره في ان هم يمشوا مارسيل كولر. والله العظيم لو كان عماد النحاس موجود ما كنا خسرنا من صن داونز. بس خلاص قدر الله ما شاء، فمش بحب ارجع للايام دي تاني. طبعا يعني عماد النحاس غالبا هو مش يعني خلاص، هو جوميز تقريبا خلص مع النادي. بيقولوا ان اللي هو كان المفروض ان هو مع الفتح ان هو يضمن ان هم يستمروا في الدوري عندهم في دوري روشن، وهم هيستمروا خلاص. تقريبا فاضل له ماتش لو كسبوا او اتعادلوا حاجه كده يعني خلاص هيمشي من الفتح، هيسمحوا له ان هو يمشي تمام. فهو تقريبا اداره الاهلي بتخلص مع جوميز يعني. عندنا مين تاني؟
طبعا كابتن انيس بوجلبان بدا يغير شويه تغييرات الصراحه، كانت انعش الدنيا عنده. كريم بامبو وفخر الدين بن يوسف ومعرفش مين وعيد الواد اللي كان بيلعب في الزمالك ده، يعني كذا تغييره كده كانت طبعا فرقوا، لان اتفاجئنا بعد ضربه الجزاء على طول لقينا الجون الثاني بيسجلوا الروج فخر الدين بن يوسف. يعني ما شفناش علي معلول النهارده. كانت بالنسبه لي انا كان مكسب الماتش وخروج رامي ربيعه ونزول العش قطع ميه ونور عن ايبوكا حرفيا بامانه. يعني الحلو اقول له انت حلو في كوكا، احنا اسفين يا كوكا بيه، احنا اسفين يا معالي الباشا، بس في غلطات كده بس لو نصلحها تبقى عظمه، تبقى باك ليفت كده زي ما الكتاب بيقول اقسم بالله. محمد هاني برضو، محمد يا حكم حرام عليك، احنا فين وفين لما بنشوف عرضيه لمحمد هاني يتسجل منها جون؟ سيبها لنا ده جون عرضيه محمد هاني. انت عارف دي بتحصل بتحصل كل سنه مره، دي كل سنه مره لما بتحصل دي. مروان عطيه وفي حب مروان عطيه لما بيزيد، لما بيزيد وشه بينور، تحسوا وشه بينور بجد، تحسوا بيتألق كده، تحسوا بيحط كريم مرطب كده على وشه لما بيزيد وبيلعب بجرأة كده، بتجرأ كده. الاسيست بتاع وسام ابو علي في الهدف التعادل بتاع امام عاشور يا جماعه مش قادره اتخطاه بامانه، مش قادره اتخطاه. ازاي شافه بجد؟ هو اصلا مضغوط من 2 فراح مباص الكره لامام عاشور بالشكل ده، تحفه جون. حتى انا بحب المهاجم ده اللي هو ما يسجلش بس ليه بصمه، زي بن شرقي دلوقتي انا ما اقدرش الغيه، لا انا عايزه بن شرقي يبقى موجود حتى لو مش هيهدف، بس هو ليه تاثيره. انا بحب اللاعب يبقى مؤثر كده، انا بحب اللاعب يبقى مؤثر، تحس بوجوده في الملعب. طبعا بن شرقي النهارده حتى لو ما بيهدفش طبعا مؤثر جدا في الماتش النهارده، جميل بن شرقي. مين تاني عندنا؟ مروان عطيه وامام والسوليه. ما حسيتش ان تغييرات السوليه باكرم توفيق كانت، مش عارفه، اكرم توفيق بيحب يتفزلك قوي بقى، بيحب يتفزلك زياده عن اللزوم، يحب يمسك الكره كده ويرقص وبتاع، مش بحب الطريقه دي، بحب يقطع الكره وباصي. انت بتعمل كده ليه؟ طبعا يا جماعه انا زي ما قلت لكم، العش عمل مساك زي ما الكتاب بيقول بامانه، عمل الواجب الدفاعي زي ما الكتاب بيقول لما نزل جنب ياسر. طبعا ياسر ابراهيم يتسال على الجونين، او الدفاع كله يتسال عن الجونين، الجون الاول والجون الثاني. انا مش عارفه مين اللي طلع مع فخر الدين بن يوسف في الكره اللي هو جابها، بس اي حد يطلع مع فخر الدين بن يوسف عموما مش هيعرف يعني هو اصلا ما شاء الله دور 3 لوحده، فاي حد طالع معاه مش هيعرف. محمد طاهر ما شاء الله ربنا بيكرمه، بعد الصبر جبر، وبعد لما كان قاعد على الدكه بيعيط. كولر يا جماعه دمر لعيبه كتير بجد، لو كان كمل شويه ما كان اللعيبه دي كلها هتتدمر نفسيتها. محمد طاهر بيعود للتهديف وبيعود يتألق وبيسجل كل ماتش تقريبا بوبسم على جون او اسيست، لا بوبسم على جون. محمد طاهر زي ما قلت لكم اللقطه اللي انا حطاها دي غالبا لو ربنا كرمنا باذن الله وكسبنا الدوري دي هتكون لقطه الدوري، هدف التعادل اللي امام عاشور جاب الكره دي والزملكاويه قعدوا يسفوا ويتريقوا عليه وخدها، واحمد رضا جاب منها جون التعادل. يعني لو ما كنتش سجلت التعادل كان دلوقتي بيراميدز فارق، طبعا بعيدا عن النتيجه الحمد لله، وباذن الله صداره لنهايه الموسم باذن الله، صداره لحد ما نرفع درع الدوري الصعب والصعب جدا ده. زي ما قلت لكم الحكم، لا يا جماعه في كوره على جون ايبوكا فيها طرد ما فيهاش كلام، دي كوره مروان عطيه اللي داس على رجله دي فيها طرد، دي ما فيهاش كلام. فزي ما حضرتك حقاني كده وبتراجع الجون، طب ما تراجع الكوره دي، ما تستدعي الحكم. اصل مش احمد الغندور كده حسب الكوره جون وسام، هو الفار اللي استدعاه عليه احمد الشهدي باين الحكم الصغير الواد الصغير ده تقريبا يعني. طب طالما حضرتك حقاني، انا بحب الحكام الحقانيه والله، بس خليك حقاني معايا طول الماتش. يعني حتى لو جون وسام ابو علي اتلغى ان هو في شك او في شبهه تسلل او فاول او وريفر يعني ايا كان، طب ما تراجع كوره ايبوكا كمان اللي هي كوره الفاول. بعيدا عن الحالات التحكيميه وبعيدا عن كل حاجه، الحمد لله مبروك علينا المكسب، وان شاء الله باذن الله بيراميدز يتعثر بكره امام البنك الاهلي ان شاء الله، يكون مركزين على دوري الابطال ويسيبوا لنا الدوري ان شاء الله، وفي الاخر لا يكسبوا الدوري ولا يكسبوا دوري الابطال ان شاء الله باذن الله. صداره لنهايه الموسم، مبروك علينا اداء ونتيجه. بحب انا اول ماتشات اللي بتبقى فيها اداء ونتيجه دي. كل الشكر للكابتن عماد النحاس وكل الشكر للعيبه، ومبروك علينا الصداره، وباذن الله صداره لنهايه الموسم.